كاين حكايات كتعيش في قلبك قبل ما تعيش في الواقع، وحكايات كتجرحك قبل ما تفرحك. هاد القصة قصة وفاء اللي مات في الحيط الدار، والكرامة اللي تولدت من رحم الآلام. قصة سالم ونورة. سالم اللي مرض وما عتقاتوش مرتو باش غيمة ديال الماء. بغيتو تعرفوا شنو وقع من بعد؟ خليكم معايا في الحكاية. قبل ما نبداو حكايتنا اليوم نصليو على الحبيب. كان يا ما كان واحد الراجل سميتو سالم، راجل من الطراز النادر اللي ما كتصنعوش المدن الكبرى، كتصنعو الصحراء والتعب والحلال والخوف من الله. كان في سن 30، عريض الكتفين، خفيف الكلام، ثقيل الوفاء. كيخدم بيديه تجارة صغيرة في السوق، وقطعة الأرض كيزرعها بعرقو. ما كانش غني، لكن من النوع اللي كيبغي بكل ما فيه. تزوج سالم من نورة، امرأة جميلة كنسمة الربيع. عينها فحال البحر ملي كيكون هادي، ابتسامتها كانت كتكفي باش تنسيه تعب يوم كامل. في البداية كان بيتهم كالحديقة مور المطار. سالم كل ما رجع من السوق كيجيب اللي يقدر عليه، مرة قطعة توب، مرة حبة تمر. كان كيعرفها باللي كتبغيه. كان كيجلس حداها ويسولها بصوت فيه الدفا: كيفاش كان يومك نورة؟ كتجاوبو وكتضحك، كتقولو بخير. ما كانش عارفة باللي هاد السؤال البسيط كان كيكلفو جزء من روحو. كان سالم كيدللها، اذا مرضات كيسهر حدا راسها بحال الحارس، واذا احتاجت شي حاجه كيبيع اللي عنده وما يعلمهاش بالمره. واحد المره كانت مريضه وباع الناقه الوحيده اللي كانت عنده باش يشري لها الدواء. جابولو تاجر من مدينه بعيده، ومين سولاتو على الناقه ابتسم وقال: مشات في الخير. دازت سنوات وسالم كيزيدها حبا فيها وكيحسبها وطنه الوحيد. لكن نورا كانت كتغير، وما كانش التغير مفاجئ. كان كيتسلل بحال الماء تحت الباب، خيط خيط حتى كيولي فيضان. بدات كتقلل من كلامو، بدات كتخليه بعيد عليها، ما كتجلس حداه ما والو. بدات كتقارنو بالازواج الجيران، بنبره فيها شي كيشبه الاحتقار: فلان بنى دار جديده، فلان خدا مرتو للمدينه، فلان دار، فلان فعل. وكان سالم كيسمع وكيسكت. جا النهار اللي ما كانش سالم كينتظرو. صباح بارد، فتح سالم عينيه وما قدرش ينوض. حاجه في جسمو رفضات طاوعو، تقل ما كيتشافش، بحال شي واحد حط صخره على صدرو. مشى للطبيب، ومور ما فحصو قالو المرض كيحتاج الراحه والعنايه والصبر طويل. خرج الطبيب، ونورا صدمات وسكتات، لكن السكات ديالها ما كانش سكات ديال وحده حزينه، كان ديال وحده كتحس بالتعب. في الايام الاولى ديال مرضو كانت نورا كتجيب الماكله وتحطها جنبو وتخرج بلا ما تطمن عليه، بلا ما تشوف فيه. وكان سالم كيشوف فيها ويبقى ساكت، بقى كيقول مع راسو: فين هي اللي بغيت، وفين هي اللي كنت كنحن فيها. ولكن هي ما مسوقاش ليه. مرت اسابيع وبدات نورا كتبين اللي كانت مخبيه، ولا طلب منها شي حاجه ما كتجيش. واذا كتر تعبو بالليل وما قدرش ينعس كتقول بصوت فيه برود قاتل: حتى الامتى هاد الدار عندها حاجات والناس كتهضر. وفي هذيك الليله حضن سالم وساتو ودار وجهه للحيط وبكى بكاء راجل ما كيعلنش ضعفو. بكى ملي كيشوف الوفاء كيموت قدامه وما قدرش يحييه. وكانوا النجوم في هذيك الليله كيتفرجوا عليه من شقوق السقف، بحال كانوا شاهدين عليه وساكتين على الظلم اللي كيرسمو صنك انسان لانسان اخر. دازت شهر على المرض سالم، شهر كامل الجسد فيه كيتاكل والروح كتنزف. ما كانش الجرح في الجسد، ولكن كان في ديك النظره اللي كتخليها نورا كل ما دخلت عنده الغرفه. نظره فيها تقل، فيها عبء وبرود، وكتشوف المريض حمل ثقيل ماشي انسان. في واحد الصباح دخلت نورا وهي هزه كاس ديال الماء، حطاتو بعيد عليه وقالت له واحد النبره جافه بحال الحجر: انا ماشي خدامتك. وخرجات. سالم ومن بعد مد يديه باش يوصل للارض وحاول يزحف ناحيه ديال الطاس، لكن الجسد ديالو خدلو وطاح على جنبو، والطاس تكب في الارض وشرباتو الارض طينيه. سالم بقى طايح في الارض وعطشان وبوحدو كيشوف غير في السقف
وكيحسب الشقوق اللي فيه. داك النهار كانت دايزه واحد الجاره ديالو، وهي تسمع صوتو من البعيد، وهي تدفع الباب وتدخل، ولقاتو طايح في الارض وشفايفو جافين. جرات عندو المرا، رفعاتو باللي بقى عندها من قوه، وسنداتو للحيط وجابتلو الماء، ويدا كترعش من الشفقه ماشي من الكبر. ومني شرب شاف فيها والدمعه وحده نزلات، وسكت. وقالت له المرا بصوت فيه غضب كيحرق الهوا: فين هي نورا؟ قال لها راه غير في الدار. مشات السيده عند نورا ولقاتها جالسه كتمشط شعرها قدام المرايه فحال الدنيا بخير، وهي تقول لها المرا: يا نورا، راجلك على الارض عطشان وانتي هنا. وهي تجاوبها، ما دارتش كاع عليها، وهي تقول لها راه قادر ينوض. تجمدات المرا في بلاصتها وقالت ليها: ابنتي، ايام كتمضي وكل انسان كيحصد اللي كيزرع، وما تنساش بلي الله كيشوف. وخرجات. لكن نورا ما سمعاتش، ولا ربما سمعات وما تسوقاتش، لان القلب ملي كيتحجر ما كتلينوش الكلمات، غير الزمن هو اللي كيديرها مني كيعيد كل الانسان اللي كيرسل. وكانت ايام سالم كدوز بين اربع حيوط، وما كان حتى شي صوت كيونسو من غير صوت الريح. وليد كتمسح على راسو من غير يدو، هو كان كيحطها على صدرو ويحسب نبضة القلب ديالو. وبعد المرات كان كيغمض عينيه وكيرجع بذاكرته الايام الاولى. النهار اللي كان كيجيب لنورا شي كادو كتضحك بحال ضحكات شي بنت صغيره، ونهار اللي سهر على راسها مني مرضات، ومني قالت له ما كاين ما احسن يكون عندك راجل كيبغيك. وكانت هذيك الكلمات كتحرقو من داخل بحال الجمر، كيتوجع بزاف من الذكريات الجميله في حضن الحاضر القبيح. وفي ليله فيها من البروده ما يقطع العظام، رفع سالم يدو للسما وقال: يا ربي، انت اللي كتعرف اشنو فيا، ما كنشكيش غير ليك، اشفيني واجعل فيما قضيته علي خيرا. من بعد وضع يدو وغمض عينيه ونعس، فوض امره اللي ما كيخدرش اللي لجأ ليه. بين ما كان ساعد كيسلم روحو لربو كل ليله، كانت السما كترتب ليه حاجه شيئا فشيئا ما كيعرفهاش لا هو ولا نورا ولا حتى شي واحد، لان الله ملي كيبغي يكرم عبدو ما كيعلنش الموعد للناس، كيخلي هادشي من حيث ما يحتسب. مرات ايام كما كتمر القوافل في الصحراء، ثقيله وبطيئه ولكن كتمر. كان سالم في ديك الايام ولا شبه الضل في دارو، ما كان حتى حد كيسول عليه ولا شي صوت كيونسو. لكن الغريب ان روحو كانت كتصفى كل ما كيتزاد الجسم ديالو ضعفا، كان الالم كيصفيه كما كتصفي النار الذهب. وفي واحد الصباح من الاواخر الشتا، ناض سالم من فراشو، وقف على رجليه وخطى خطوات بطيئه تجاه الباب، وفتحو ودخل الهوا البارد لصدرو، وخدا نفس عميق كأنه كيشرب الحياة من جديد. رفع وجهه للسما وقال بصوت كله جروح، ودمعة قربت طيح من عينيه: الحمد لله، الحمد لله. كل وحدة منها كانت أعمق وأثقل من اللي قبلها. شفتو نورا من بعيد واقف عند الباب كيخاطب السما، وقفات وشافت فيه بعين ما كتعرفاش هي نفسها. شي حاجة تحركت في صدرها، ولكن دغيا دورت وجهها ورجعت لشانها. دازت أسابيع، كان سالم كيتمشى في الدار، بدات كيرجع له صحته شوية بشوية، ورجعت حاجة أخرى كذلك: الوعي، الوضوح والرؤية الجديدة للحياة. وفي ديك الأيام كانت نورا كتشوفو كيتعافى، بدل ما تفرح ليه كانت مقلقة وخايفة. ونهار على نهار سالم كيرجع صحته بشوية بشوية حتى تعافى بصفة نهائية. وكان المرض رسالة وصلت وأدت اللي عليها ورحلات. رجع سالم للسوق، ورجع لعادته، ورجع له صوته، ورجعت له صحيحته. ولكن حاجة وحدة اللي ما رجعتش: ديك النظرة اللي كان كيشوف في نورا، نظرة العاشق اللي كان كيشوف وجه مرتو وطنه الوحيد. ديك النظرة اللي ماتت في واحد الليلة من الليالي الطويلة اللي كان في الأرض وعطشان، وهي كانت كتمشط شعرها قدام المراية. دازت أيام، وواحد النهار جا عنده راجل سميتو مسعود من الأقارب ديالو. هو يقول له: يا سالم، انت راجل عرفت بالوفاء والعقل،
وما قلتيش داكشي اللي وقع بينك وبين مرتك، ولكن انا بغيت ننصحك نصيحه ديال الناصح الامين. الراجل اللي ما كيتكرمش في دارو خصو يمشي يقلب على كرامته في مكان اخر. سكت سالم. هو يقول: انا عارفه مسعود، عطيت اللي عندي وما قصرت حتى حاجه، وربي عالم، ولكن اللي خاصني ندير غادي نجلس مع راسي ونستخر ربي، واللي فيها الخير غادي يكون. استخارة سالم ليلة وحدة، لكنها كانت ليلة بكامل عمره. صلى ودعا وبكى بين يدين ربو، لا دموع ضعف بل دموع راجل كيفرغ ليه في صدرو. أمام من كرمو كتير وما ردو. وفي الصباح ناض سالم وتوضا وصلى الفجر، وبقى جالس شوية مع راسو كيفكر. شوية وهو يمشي عند نورة، وقف قدامها وهو كله حزن قديم، وقال: نورة، يشهد الله باللي ما قصرت فيك، ونشهد الله باللي حبيتك بصدق وما كيعرفو غير الله. لكن اللي جرى في ايام مرضي ما كانش مجرد تقصير، كان حاجة كشفات ليا اللي ما اكتشفتوش سنوات. واستخرت الله وقررت نبدا حياة جديدة. وقال لها بصوت ثابت: غادي نتزوج. جمدات نورة في مكانها وتمنات الارض تبلعها. خرج سالم ما طولش معاها، ما شرح ما عاتب، لان الراجل اللي كيتجاوز الالم ما كيحتاج جلسه الحساب. الحساب انتهى في ديك الليله اللي بكى فيها بين يدي الله. بعد شهور قليله مور ما رتب اموره، تزوج سالم من مرا سميتها خديجه. مرا ما كانش كتملك جمال نورة الطاغي، لكنها كانت كتملك شيء اثمن: عين كتشوف وقلب كيحس ولسان كيعرف كيفاش يهضر مني كيحتاج، وكيفاش كيسكت وقت الصمت. وكان سالم كيدللها كما كان، لان طبعه ما تغيرش. الحب الصادق ما كيتغير بسبب من خدلو، ولكن كيبحث على اللي كيستاهلو. وكانت ايامها كتمضي هادئه، فيها من البركه ما يتشاف. اما نورة دازت ايامها بطيئه وثقيله، كانها كتعاود الحساب. في البدايه ما تسوقاتش، قالت في نفسها غيندم وغيرجع ليا، ولكن ما رجعش. ومع مرور الوقت بدا الدار كتضيق، والصمت كيكبر، والليل كيطول اكثر مما كيتحمل القلب الوحيد. وفي واحد النهار حست بثقل في جسدها، تعب غريب ما كيشبه التعب عادي. حاولت تنوض ما قدراتش، حاولت تنادي ما جاوبها حد. وهنا الاول مره قلبها كان عامر خوف. همسات وقالت: ماشي دابا. ولكن المرض ما كيسالش، وبدات الايام كتعيد ليها اللي دارت. كان الليل هاد المره اشد قسوه، نفس الدار، نفس الحيوط، نفس السقف اللي كان كيشهد صمت الالام. لكن ما كانش هنا سليم، كانت نورة طايحه في الارض، جسمها اللي كلاه المرض، وصوتها اللي تكسر قبل ما يخرج. مدت يديها كترعش، كتدور على اي حاجه بسيطه: كاس الماء، زحفات ببطء، جر جسدها كما كيجر الجرح صاحبو، حتى شافت الطاسة بعيدة تماما كما كانت بعيدة عليه. توقفات وعينيها عمرو الدموع، ماشي من الآلام ولكن بشي أشد. فهمات وهمسات بصوت الله كيتسمع. قالت: يا سالم، كنت قادرة نقدك. شوية وهي تسمع دقن في الباب، شوية هو يتحل الباب وهو يدخل. سالم وقف عند الباب ساكت وكيشوف، بعيون ماشي بالغضب، ولكن بعيون شافت كل حاجة جوزاتها. قرب خطوة بخطوتين حتى وقف وبقى كيشوف فيها، وانفجرت دموعها وقالت له: اسمحلي، كنت قاسية معاك. هو يتحنى سالم، هو يشد الطاسة وقرب ليها وعطاها تشرب، وهي تشرب بحال كتشرب الحياة أو آخر ما تبقى منها. شافت فيه بأمل صغير وهي كترشف بحال الشمعة اللي كيضرب فيها الريح، وقالت له: واش عتبقى ياك؟ سكت سالم ويقول لها بصوت هادي ولكن أقصى من الصراخ: الله علمني ما نتركش الإنسان كيتألم، ولكن علمني أيضا ما نعيش معاه من قتل قلبي. وقف سالم وشاف فيها آخر نظرة، ما فيها لا كره لا حب، ولكن فيها النهاية.
ومشى، وكانت كل خطوة كتكسر باب من الماضي، وخرج بلا ما يتلفت، ورجع الصمت. ولكن هاد المرة ما كانش صمت عادي، كان صمت الحقيقة. نظرة نورا للسقف، نفس الشقوق، نفس المكان، لكن ما كانش نفس الإنسان. دموعها نزلت بحرقة، بصدق ما عرفاتو من قبل. همسات وقالت: دابا عاد فهمت. وفي ديك الليلة ما كينسمع بكاها من غير الحيوط، والحيوط ما كيعاودو لحد. وبعد مرور أيام ما بقى كيتحرك في الدار لا صوت ولا أنفاس. وهكذا كما كيقولون الزمان عطا الله الصبر اللي يستاهل، ورد كل انسان اللي زرع. سالم اللي حب ما تشكرش، وصبر وما تكافئش، وبكى وحيد وما تونش، ولقى في النهاية دار فيها دفا ومرا كتعرف قيمة الوفاء. لأن الله ما كيضيعش أجر من أحسن، وما كيسرقش دمعة بكاها عبد مظلوم دون ما كيعطيه بما هو أعظم وأبقى. وهنا كتكون انتهت حكايتنا د اليوم. والعبرة من الحكاية: الناس كتعرف بعضها في الفرح، لكن اللي كيبقى هو اللي كيعرفك في الجرح. سالم عطى كل ما عنده، حب، مال، صحة، وقت، تعب، لكن نورا ما عرفاش القيمة ديال العطاء. لأن جات اللحظة الضعف، المرض كان امتحان، ومن نجح فيه هو سالم. وشكون اللي رسبات؟ هي نورا. الدرس: الشخص اللي كيكون معاك في أسوأ لحظاتك هو اللي يستاهل أحسن لحظاتك. اللي كيزرع القسوة كيحصد وحدة، واللي كيزرع الوفاء كيحصد الدفء. كنتمنى تكون عجبتكم حكايتنا ديال اليوم، وتكونوا خديتوا منها عبرة. وما تنسوش تعطيوني رأيكم في التعليقات، وديروا جيم، واللي باقي ما اشترك يشترك. خليتكم على خير، يا وجوه الخير.